تعال بقى للمثال العجيب اللي قلناه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. اتفقنا ان فيها كام ميم؟ 8. ايه يعني ايه المناسبة في كونها 8 ميمات؟ انا قمت كده الساعة 2 بالليل، صليت ركعتين وعملت فنجان قهوة وقعدت اتأمل في ايه الحكاية، يعني ايه ال8 ميمات دول؟ فربنا فتح عليا بالآتي. قلت هو ربنا قال لي نوح قال له ايه؟ قال له ايه؟ يجمع يحشر في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل وبعدين قال من الإنس والجن والطير. فالإنس والجن والحيوان الدواب والطيور، دول كم جنس؟ 4 أجناس. قال له من كل زوجين اثنين، من كل جنس من ال4 دول يجمع زوجين ذكر وأنثى، لكي يكونوا أصل الخليقة بعد ذلك وتجديد العمران للأرض. يبقى 4 في 2 بكام؟ ب8. بالك؟ من كل زوجين اثنين. طيب، ف4 إنس وجن ودواب وطيور. دواب بتدب على الأرض وطيور بتطير في الهواء. طيب، يبقى كده 4 في 2 ب8. عليك وعلى ممن معك. طب ودول دول ربنا قال ايه؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إلا أمثال. يبقى دول بالفعل. ويبقوا دول 4 بالفعل، وذكر وأنثى يبقى 8. فجاب لهم 8 ميمات. والميم اللي هي من الشفتين، وتأتي مجموعة الشفتين، والميم نفسها في رسمها مضمومة ومدورة تدل على الجمع والضم. الميم نفسها حرف يدل على الجمع والضم، وتأتي مع 8 ميمات لتدل على اجتماع ال8 سبحان الله. عليك على ممن معك. طيب، يأتي اجتماع هذه الميمات بما للميم نفسها من صفة الاجتماع في المخرج، حيث تنضم الشفتان وتجتمعان عند النطق بها، وتصاحبها غنة مقدارها حركتان تؤدي إلى استقرار الصوت عند النطق بها. يأتي اجتماع هذه الميمات بتلك الصفات معبرا تمام التعبير عن اجتماع تلك الأمم واستقرارها في ذلك العمران الجديد الذي تبشر به هذه الآية الكريمة. ولعلنا قد نتجاوز الحد في الاجتهاد إذا حاولنا التخرص بعلة كون هذه الميمات 8. فقلت إن عندنا 4 أجناس، الإنس والجن والدواب والطير. يبقى 4 في 2 ب8.